تصور معايا واحد العائلة بقات غير بوحدها في المدينة. تصور شنو غيوقع لهم في الاخر. بقاو كيدوروا هاد الناس وهاد العائلة كيدوروا في المدينة، مشاو للصيدلية باغي ياخدو شي دواء، لقاو باللي الصيدلية حتى هي خاوية ما فيها حتى شي واحد، كيدويو غير بلغة الإشارة وحنا ما عارفينش شنو طاري. شحال من السيد اعلنوا على الاختفاء ديالو ودابا كيدوروا وكيقلبوا على شي حاجة يديوها معاهم. هاد العائلة مكونة من جوج دراري صغار ودرية مريضة مسكينة ما كتسمعش. الدري طيح واحد البياسة كان غيدير بها الصوت، هما مبغوش يديروا الصوت لحد الآن، ما عرفناش شنو طاري. الراجل قال لولدو بلغة الإشارة ما ديرش الصوت، ما تطيح حتى شي حاجة. الدرية حتى هي قالت لي اسكت، ما دي معاك حتى شي حاجة من هادشي، دير اللعبة فقط. الدري الصغير ما سمعش ليهم، ادى اللعبة ودا الحجر ديالو وخدمها والصوت تسمع. والمفاجأة كتبان قدامكم، وحش ظهر انه كينجذب لاي صوت كيكون في المحيط ديالو، واي صوت حصلو كيقتل مولاه. من بعد عام من هادشي كامل، الاب كيتذكر ولده كيفاش مات، دار بولات برا باش يديروا الاعلان على ان الوحوش دخلت المنزل، ودار حتى كاميرات المراقبه باش يراقب البيت من برا، وكل واحد في الدار مكلف بشي حاجه كيديرها وكيعاون بها. المراه كتقابل الطبخ واخا هي حامله، وكتقابل الامور ديال البيت. البنت كتعاون امها. الراجل هو ولده مشاو يصيدوا برا ومكلفين بالمؤونه اللي كيحضروها عبر الصيد. كل واحد فيهم كيدير شي حاجه معينه في البيت ولكن في صمت تام. الدريه كان بقى فيها الحال على انها كانت السبب في الموت ديال الاخ ديالها، وكتقول باللي ان الاب ديالها كيكرهها وما كيتعاملش معها مزيان لانها ما كيخليهاش تدخل المكان السري ديال الاب اللي كان كيحضر فيه شي حاجه معينه. البنت بقى فيها الحال من بعد هادشي كامل، وقررت انها تمشي وتبعد على العائله وتشد طريقها بوحدها. ومازال كتذكر النهار اللي عطات فيه اللعبه للاخ ديالها، وكتلوم راسها ديما وديما كتبكي بوحدها مسكينه لانها كتقول انا هي السبب. وصافي من هاد اللحظه قررت بانها تبعد على العائله ديالها، وقالت انا مكروهه من عندهم، اللهم امشي بحالاتي. السيده وصلت الشهور الاخيره في الحمل ديالها وقربت تولد. الراجل مقابل في الصيد كيف العاده. المراه بقات بوحدها في البيت وحسات بالوجع وانها قربت تولد. مشات دخلت للقبو باش تبعد على الاجواء ديال الصداع، لكنها عفطات على مسمار وهرسات الدجاج ودارت واحد الضجيج كبير، وعرفت ان الوحوش غيجيوها دابا. شعلات الضواو باش دير اعلان بان الوحوش قادمون لا محال. الراجل وصلات بيه العظم وشاف باللي البولات تشعلو وقال صافي الوحوش راه غيجيو. وصى ولده الصغير بانه يمشي يشعل واحد الشموع اصطناعيه باش يدير واحد الضجيج كبير ويبعد الوحوش على البيت. الراجل تسلح ودخل البيت كيقلب على المدام ديالو وخافت تكون ماتت. الدري وخا خايف مشى بالزربه وشعل الشموع الاصطناعيه ودار واحد الانفجار قوي. السيده استغلت الظروف وغوتات لاقصى درجه ممكنه وولدات. مسكينه تعذبات بزاف. الراجل تخبى في داك القبو السري ديالو وغطاه، والوحوش في البيت كيدوروا وكيقلبوا عليهم. الدريه شافت الشموع الاصطناعيه خرجت كتجري، قالت وقع شي كارثه في الدار، خصني نمشي نكون حاضره معاهم نحاول نحمي عائلتي. الدريه فواحد الصمت تام ودايره لي زياد ديالها اللي كتسمع بهم وركات على واحد الفطونه. الوحش هرب بلي سمع داك التردد. الدريه ما كانتش على بالها بلي ان السماعات اللي كدير عندهم واحد الضغط كبير على السمع ديال الوحوش. السيده مشات عند الاخ ديالها وعنقاتو وفرحات بانها لقاتو. مشاو طلعوا لواحد القبو كبير فيه الذره ومخزون ديال حبوب القمح. تخباو تماك. الراجل رجع للبيت ديالو ومشى للمكان السري اللي فيه الكاميرات ديال المراقبه، وشاف باللي ولادو في سلام تام. لكن المشكلات ما كيجيوش بوحدهم، كيجيو مجموعين. انفجر واحد القبو ديال المياه وغرق البلاصه فيه كانوا مخبين، ما عرفوش شنو يديروا بالضبط. الماء عمر البلاصه والمكان السري كامل لانه كاين تحت الارض. والمفاجأة هي أنه خرج لهم وحش من تحت الماء وما عرفوش منين خرج لهم. داخو وعطينا واحد الصمت تام. الدري والدرية كانوا كيتناقشوا وطاحوا وسط القبو. الدري خاف يغرق وتبعاتو البنت
ولاحت ليه حديده باش يطلع ويتسلق فيها باش ما يغرقش وسط القمع. واحد الوحش هجم عليه والدريه وركات على لي زياد ديالها. الوحش هرب اللي سمع داك الصوت. الراجل تلاقى مع وليداته وفرح بزاف. المراه كانت فرحانه ومصدومه بان وليداتها وراجلها باقيين عايشين. شويه الراجل قال لهم تخباو في ديك الطوموبيل. واحد الوحش كان فوقه وضربه واحد الضربه قويه. الدري غوت وخاف على بواه. البنت كتبكي وكتورك على السماعات ديالها وما فاهمه والو، وتاكدات بلي ان السماعات عندها علاقه مع الوحوش، داكشي علاش كيبعدوا منها. الراجل دار لهم واحد التحيه ديال الوداع وقال لهم انا كنبغيكم وغنضحي براسي على قبلكم وعلى قبلك حتى انتي. البنت بدات كتبكي مسكينه وعرفات بلي باها كيبغيها وغوت على حر جهدو. من بعدها الدري والدريه تلاقاو مع امهم وفرحوا بزاف بلي امهم باقا حيه. شويه الوحوش باقا في البيت وكتقلب على الناس اللي كيغوتوا. دخلوا والدريه عرفات بلي ان السماعات كتاثر على الوحوش. خدمات الباف ديال اللي كان محطوط في القبو وخشات فيه السماعات واثرت على الوحش حتى الوحش تسطى ولا كيضرب في ذاته. المراه دخلات في اللحظه الاخيره وقتلات الوحش. الوحوش بدات هاجمه على الدار لان سمعت الصوت ديال الفردي. الدريه عرفات الكود والرمز السري للقضاء على الوحوش. المراه فرحات بهذا الخبر ولات مستعده نيت.